الجزائر الإمارات وديا في نورنبرغ الألمانية. إنه الامتحان الأخير لمحاربي الصحراء قبل بدء ساعة الحسم في بلاد مانديلا. المباراة تحمل أكثر من تحد للمدرب رابح سعدان وأشباله، فمن خلالها يريدون تجاوز كبوة أيرلندا والتأكيد أنهم على أتم الاستعداد للعرس الكروي العالمي، وهي أيضا فرصة للوقوف على النقائص لمعالجتها وعلى نقاط القوة لتدعيمها. المباراة مهمة ويجب الاستعداد على أحسن وجه لنصحح الأخطاء التي أدت لخسارتنا أمام إيرلندا للدخول في أجواء المونديال. إنه أمر في غاية الأهمية. أي شيء استئنافيهم وإن شاء الله راهي بون أمبيونس، إن شاء الله نكملوا في المسيرة تاعنا هذه باش نكونوا ملاح، وإن شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري إن شاء الله باش ما يبقاوش زعفانين علينا. تشكيلة الخضر سيغيب عنها حسن يبدأ الذي لم يتعافى تماما من إصابة، وأيضا حبيب العيد لذات سبب، وستشهد عودة الكوادر أمثال مجيد بوقرة وعنتر يحيى اللذين غابا عن مباراة أيرلندا الودية. أما المنتخب الإماراتي فلا تحدي له في الأفق، وسيلعب المباراة دون ضغط، وهو لن يدخر جهدا من أجل الفوز على منتخب مونديالي وممثل العرب الوحيد في العرس الكروي العالمي. نحن بالنسبة لنا طبعا مباراة تحضيرية حق المشاركات القادمة لنا كمنتخب الإمارات. أول معسكر نخوضه مع المدرب، وأتوقع أن مباراتنا مع الجزائر يعني هي تجربة أخيرة للمنتخب الجزائري. علينا أن احنا نحاول نقدم كل ما عندنا وأفضل مستوانا حسب أن المنتخب الجزائري يستفيد من المباراة بشكل ممتاز إن شاء الله. خضر الجزائر